بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي والدرس الثالث في الفقه الشافعي. سنن الصلاة قبل الدخول فيها، في سنة قبل الدخول وسنة جوه الصلاة وسنة إيه بقى؟ إيه الحكاية؟ احنا خدنا الفرض، خدنا الأركان خلاص وخلصنا، هناخد بقى السنن. معايا زياد؟ اقعد يا حبيبي. الأذان والإقامة. الأذان سنة، ولما فرغ من الأركان شرع في ذكر السنن فقال وسنها أي المكتوبة قبل الدخول فيها، أي قبل التلبس بها، الصلاة يعني. الأذان والإقامة. الأذان هو الإعلام، ومنه قول وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم، وشرعا قول مخصوص يعلم منه وقت الصلاة، يعني كلام مخصوص لازم أقول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكمل. ممكن بعد كده ارجع، مفيش مشكله، اقول الله اكبر الله اكبر بصوت واطي، هقول بصوت عالي مفيش مشكله. وشرعا قول مخصوص يعني كلام بيقولوا يردد مع نفسه، مفيش مشكله. كلام مخصوص يا باشا، لازم يقول معاه، يقول يعني انا بقول الحاجه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وهكذا. فاهم؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا. ده المسجد اللي جنبنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا دي فاهم أنت؟ هنسمع الكلام ده. قول مخصوص بعود خلاص. الأصل الإجماع، أجمع من أول النبي لغاية هنا يا جدعان. في أذى حد لك وإيه ده؟ إيه اللي سامعينه ده؟ ده أذان مين؟ يا راجل أذان يعني إيه؟ لا والله أنت مش عايز حضرتك في مصر؟ انت جاي حتى مزملك لي اذان عندنا هنا في الجامع بتاعنا ما بيعرفش واحد مسلم بيقول عرس الاذان بيزعجه ربنا يشفيه. المهم من السنه ربنا يشفيه. خبر صحيح اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم واعلمكم بالسنه واعلمكم بكتاب الله الاول وبعدين السنه وبعدين كل دي الافضل. مش الحاج عبد الصمد ما يعرفش يقرا وفي وراء اعلم منه، لا يقدم الاعلم منه، ما ينفعش يطلع واحد مش فاهم الاقامه. مصدر أقامة سمي الذكر مخصوص به لأنه يقيم الصلاة. طب الإقامة الحدر. الأذان بالترتيل بالراحة والتحقيق بالراحة، لكن الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما خدش دقيقة. لكن في الأذان الله أكبر الله أكبر وامشي كده براحتي وادلع كده وصوت جميل عشان اللي بيجعروا في الأذان ده انت اللي صوتك جعير. اسمها ايه زفت الطين دي بنت محمد رضا دي ولا اسمها مع اسمها ايه الله العظيم اشكال. خلاص صوت الاذان بيزعجني. ما هي بلبوسه. حكم الاذان والاقامه. الاذان والاقامه مشروعان بالاجماع يا باشا، يعني اجماع في المساله دي، ما فيش حاجه تقولش لا، فهما سنه مؤكده زي صلاه الجماعه بالظبط. طب الصلاه الخمسه المكتوبه يعني غير الخمسه ما فيش اذان. انا ناوي اصلي اذن ان شاء الله لصلاه العيد. نعم يا حبيبي عيد ايه؟ ايوه يا شيخ العيد اللي جاي ما فيش صلاه عيد يا حبيبي تاذن لها. الاذان للمشروعه بس، الخمس صلاه مشروعه بس خلاص. عشان واحد صاحب الله رحمه الله عليك رحمه الله اشرف حبيبي كان اخ حبيبي قوي، فبقول له انا خدته على اللهجه بسرعه. قلت له بقول لك ايه ما حدش هيأذن العيد الا انا عشان انا صوت بقى خلاص يا عم أذن انت العيد. قلت له العيد ايه اللي هأذن له عم الحاج ما تصحى. فالعيد ملوش اذان خلاص. خلاص كده. والسنه وصلاه الجنازه وصلاه المنزول كل ده ملوش اذان لعدم ثبوتها في شيء. يبقى احنا بنتبع يا جماعه مش بنألف. خلاص. ما حكم الاذان والاقامه في المولود مستحب. ربنا كرمك بميشي وحماده كوكو تروح جاي ويأذن في اذن اليمين وتقيم في اذن الشمال ده. وطبعا موضوع مثبت. المسلسلات التركيه الاخيره بدات تظبط العمليه شويه. ارطغرل ومش عارف ايه وعثمان والحاجات دي وقلب ارسلان بدات تظبط الدنيا شويه مع الناس. بداوا يعملوا حاجات فعلا في السينما الى حد ما هادفه يعني يأذن في وسط الواد ويقيم كده. فبدأ يتوضى قدام الناس فشيء سبحان الله يعني. بس شخصياتهم في الافلام حاجه وفي الحياه حاجه ثانيه خالص يعني. ما هم احنا مالناش انا ليا اللي بيجسده هو في حياته ما عايز بقى حياته بقى. انا في الحياه ده انا شفت الانستجرام حاجات. ما هم براحتهم بقى. احنا بنتكلم على الشخصيات الحقيقيه اقصد يعني. ناس حقيقيه كانوا احسن من كده 100 مره طبعا.
الاذان في اذان مولود اليمنى والتكبيره في اليسرى ليه؟ كما سياتي بيانه. ما حكم الاذان لما يصلي منفردا السنه؟ انا هصلي ببيتي، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر في بيتي بصوت مسموع، عشان في بيتك يعني ادي بيتك روح في الاذان اليسرى الى اخره. خلصنا. ويرفع صوته به الا بموضع وقت وفيه الجمع. طيب كلمات الاذان، معظم الاذان مثنى يعني الله اكبر في الاذان، والاصل في ذلك خبر الصحيحين امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه، والمراد منه ما قلناه. كم عدد ايه الكلمات؟ 19 كلمه بالترجيع. يعني ايه بالترجيع؟ زي ما قلت لك كده 11 كلمه اللي هو الاقامه. طيب حبيبي، طب تيجي سنه الاقامه بقى اسرع بيها، يبقى الاقامه بسرع فيها، والاذان الترتيل بالراحه. خلاص. ليه؟ الامر بذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. ما حكم الترجيع؟ الترجيع هو ايه؟ يسن الترجيع في الاذان وهو ان ياتي بالشهادتين سرا قبل ان ياتي بهما جهرا. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله، ده تقوله عادي سنه كمان. خلاص. ما حكم التسويف في صلاه الفجر؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ورد السنة. لكن حي على خير العمل، عمل مين يا عمل؟ انت هتألف. خلاص. يسن التسويف في اذان، خلاص قلناها. الصلاة خير من النوم مرتين. ويسن القيام الاذان قامة على والاقامة على عال، اي يقف مكان عالي. طب ما كانش في زمان اذان، يعني كان زمان قوي ده انا ما شفتش الكلام ده والدي ووالدتي الله يرحمهم كانوا بيحكوا لي الكلام ده. كان يطلع واحد يأذن، المسجد اللي بعده يأذن من اعلى حاجه في المبنى عشان يسمعوا بعض في البلد كلها على بعضها مثلا 2 كيلو 3 كيلو في طول الوقت. لما اذن واللي بعده يأذن واللي بعد، كل البلد بتسمع. خلاص. لما جه الميكروفونات بقى في العصر الحديث خلاص في نفس الوقت ولا كلها؟ بيطلع واحد الله اكبر هناك، الله اكبر الله اكبر الله أكبر. اشهد او يكبر بقى ويقيم الصلاه. طب ايه حكم الخمس مساجد اللي بيخشوا في بعض وانا ما فهمش حاجه، ما اعرفش ردد مين ولا مين؟ لا ردد اقرب واحد ليك سامعه. خلاص. هم كلهم داخلين في بعض، ما كفاش كل ردد واحد بس، يختار واحد ردد له فيجمع فيه تكبيرات بصوت ويفرغ فيه. يبقى خلاص قلنا يا سيدي حكم الترجيع في الاذان قلناه. طيب ان يقف في مكان عالي وان يتوجه الى القبله ويلتفت بعنقه يمنه ويسرى في حي، يقول حي على الصلاه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هكذا. يبقى ابص يمين وشمال وكده السنه، انت كده التزمت بالسنه. خلاص. وحي على فلاح الى اخره. ما يسن في المؤذن؟ يسن في ان يكون عدلا. مستدعي عجله وعلى مطرح احمد برنيكه صلاه على النبي، احنا هنأذن بالصلاه على النبي بقى يا عم روح شوف لك نيله تنيلها على دماغك. الله اكبر يا عم، بص ايديك حبيبي، اقعد يا حاجه واحده ما ينفعش الناس دي. طب نمسك في بعض ونضرب بعض؟ لا نفعل مشكله اعظم في المسجد. ولكن الاولى ما كان اطيب صوتا واحسن واندى صوتا يؤذن، واتقى ناس في مش مساعد عجل عرب مطرح برنيكه ومحمد غرام، لا الناس دي متشكرين يابا. كويس انك دخلت الجامع، خش اتوضى حبيبي كده وتعالى نقعد ايه حبيب قلبي. انا بقى عايز اذن بقى عشان ايه ابوظ المنطقه بالصوت. لا بعدين هنطفي الميكروفون واذن براحتك. ماشي يا حبيبي. يعني ابوس رجلك هنسمعك كلنا. هنسمعك. خلاص. يبقى هنا صوت عالي وحسن الصوت. طيب يكره الفاسق سيد عجله واحمد مطوه ولسه مديله جوانين قبل ما يجي يخش ومجون بره يخش يأذن. الصبي المميز، يبقى هنا يكره الصبي المميز الصغنطوط لو في افضل منه. خلاص. الاعمى وحده هو شاب بيتجه من فين ولا هيأذن في أي حته. خلاص. والجنب واحد يعني حابك تأذن وانت بتنيل ما تروح تغتسل. والمحدث يا عم يخش يتوضى معلش يا سنه هخش الحمام بس خش أذن انت مفيش مشكله. لكن لا وبعدين يقيم الصلاه كمان وانت تقيم الصلاه قد قام الصلاه قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله خش اغتسل. لا ايه يا عم في ايه يا عم ما تخشش اصلا في الموضوع من الاول. الكراهه للجنوب اشد
ايه يا عم انت في الاقامه؟ طب ما انت هتقيم والناس هتصلي، انت رايح فين بقى؟ حصل لك نيله زي كده غور، امشي في المسجد روح شوف هتعمل ايه. طيب ما شروط الاذان يا باشا؟ الترتيب، ما ينفعش اذن الا بالطريقه دي. يا عم مش كله كلام بتاع ربنا يا عم، اهدى بس يا حبيبي، ربنا مين خد بس. اهدى بس يا الجهر بالايه؟ بالجماعه، دخول الوقت طبعا، الولاء بين كلماتها، الا في الصبح بن ايه بنقول الكلام، مش لكن الشيعه اذانهم معجنه وصلاتهم معجنتين، ما ينفعش. ما الذي يشترط في المؤذن والمقيم؟ الاسلام والتمييز لغير النساء. فعلا الشيعيين بيصلوا بسرعه كده يعني. لا بصوت طريقه غريبه، يجيبوا شقفه ويعملوا ايه ويطلعوا ويركعوا حاجات كده غريبه ما شفناش يعني. وطبعا هم دينهم اصلا مش مؤتمن عليه اللي بيجيبوا منه ده، لان ما عندهمش اصلا استدلالات ولا عندهم تصحيح بتاع، ولا عندهم الصحيح والسقيم والضعيف والمعتل والكلام ده احنا درسناه في السنه، مفيش الكلام ده عندهم. اللي عايز يقول اي حاجه يقولها، واللي عايز تخ اي حاجه تخها وخلاص. اللي هو عشان لا كلام في عشان علي ده كلام فارغ. خلاص. يسن مؤذنان للمسجد، نعم لو كبير. واذا ان يؤذن واحد للصبح والاخر، طب حلو، اللي هو الاذان الفجر. كنا بنسمع في الاماكن اللي فيها ناس فاهمه شويه في الموضوع ده، واحد ياذن مثلا بالليل، طب ممكن اذن الساعه 12 واحده بالليل، 2 بالليل، 3 بالليل، لو على حساب انه الاذان اول ممكن، بعد كده اذن ماشي. في المدينه بيعملوا كده. ما الذي يسن لمن، يعني انا في البلد عندنا هنا وفي ناس متدينين وفاهمين في المنطقه، واحد الساعه 2 ونص 3 راح مأذن، والاذان الساعه 4 ونص، مفيش مشكله خلاص. ما الذي يسن لمن سمع المؤذن المقيم؟ يسن ان يقوم مثل ما قال المؤذن، حي لغايه الحيعلات، يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، حي على صلاة، لا حول ولا قوه الا بالله، حي على لا حول ولا قوه الا بالله. اسمها هو في الصيام لو في السحور مثلا وحد لسه بياكل والاذان اذن، انا سمعت بقى ان الرسول قال تكمل اكلك عادي وشربك. اللقمه اللي خدتها بس، اللقمه اللي خدتها مش بس، تكمل الطبق. ماشي. ما الذي يسن المؤذن يقيم؟ ماشي انا فهمت كده. ان يصلي السامع والمؤذن والمقيم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرج، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القيمه، اتي محمد الوسيله والفضيله وابعثه الدرجه العاليه الرفيعه، وابعثه المقام محمود الذي وعدت. خلاص، يبقى ده ايه؟ ده الدعاء اللي احنا هنقوله بعد الايه كده. خلصنا السنن يا استاذ. طب حلو. حنبلاظ اللي هنخش بقى على سنن الصلاه نفسها، دي قبل الصلاه، دي كده سنن قبل الصلاه، نخليها وقت تاني. ان شاء الله نخليها ولا نبدا؟ لا وقت تاني ان شاء الله. طيب ماشي.